يا له من انزلاق خطير وقع فيه الدكتور فايد مع الصحابة. هؤلاء الصحابة، نعم. يقول الدكتور فايد: المهدي المنجرة قيمه أفضل وأكبر من قيم الصحابة. لا حول ولا قوة إلا بالله. سنعود لهذا بعد قليل إن شاء الله. خلينا نوضح حال وأمر الصحابة لمن لم يعلم الصحابة، لا على وجه العموم ولا على وجه الإفراد. الصحابة، تعلمون من هم الصحابة يا عباد الله؟ قوم اصطفاهم الله واختارهم الله لنصرة خير خلقه محمد ابن عبد الله، الذي اختاره لأعظم رسالة هي هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا، ندافع عنه ونحميه من كل تنطع ومن كل هجوم. نسأل الله العافية والهداية من كل ضلال ومن كل هوان. يقول الله تبارك وتعالى في الصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والذين معه هم الصحابة. طيب، ثم أن هؤلاء الصحابة الله تبارك وتعالى فضلهم على وجه العموم والإجمال، ثم على وجه الإفراد، على وجه العموم كقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم على وجه الإفراد أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا تسبوا أصحابي. الحديث عند الشيخين من حديث أبي سعيد الخدري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. الله أكبر. واحد منهم ينفق جبل أحد، يعني واحد منا ينفق مثل جبل أحد، ما يوصل حتى النصف ديال هذا الواحد من الصحابة. إذن على وجه الأفراد الصحابة أفضل، أي كل فرد منهم أفضل من كل فرد من الذين يأتون بعدهم. الكلام صريح بفضل الله تبارك وتعالى. ثم هناك أمر عظيم جدا، أن يجي إنسان ويقول كالدكتور فايد هذا الله، يقول المهدي المنجرة رحمه الله كان عالم اجتماعي مختص في المستقبليات، وكان مرجعا لكثير من الناس في العالم، بل قيل أنه مرجع للعرب ولغيرهم من الدول الأخرى. هذا جميل وهذا علم جميل، لكن أن تأتي بالرجل في هذا الاختصاص خاصة، ما هو لا في علم التفسير ولا في علم الحديث ولا في علم الشريعة ولا في العلم اللي رفعه الله، اللي قال فيه الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. مع أننا لا نشتم أحد ولا نسب أحد، نتأدب ونتخلق مع الجميع. هدفنا أن يعرف الناس هذا الدين، وأن يبقى الدين مصانا على الحالة التي تركه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطعنا لذلك سبيلا. هذا المهدي المنجرة كان عالما مفكرا رحمة الله عليه، لكن وعلمه محترم. نحن لا نخالف شرع الله تبارك وتعالى أبدا، نسأل الله أن يعيننا على ذلك، لكن نقول المهدي المنجرة على هذا الحال هو أفضل من الصحابة، أو القيم ديالو والأخلاق ديالو وما قدم من علم وكذا، خدم الإنسانية وخدم الدنيا أفضل من الصحابة. تعرف شنو كتقول؟ الله يهديكم. نسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يعيننا على الحق وأن يلهمنا للحق. اتقوا الله يا عباد الله. الإنسان يقول كلام يخرج به، يقدر هذا الكلام يؤدي بالإنسان إلى مهالك لا حد لها ولا حصر. إذن المهدي المنجرة هو كما سمعتم، ولكن الصحابة شيء آخر. الرجال اللي قال فيهم الله تبارك وتعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لم يقل هذا الكلام إلا في الصحابة. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تكلم في الصحابة. الذي لا يعرف من هم الصحابة ولا يعرف فضلهم ولا يعرف هذا الرجال كيف جاءوا وكيف نصروا الإسلام وكيف بلغوا الإسلام وكيف هذا إنسان يعيش في ظلام، نسأل الله العافية. ولهذا هذا الحديث أختم به، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: اسمع الصحابة، ما تفضل حد على الصحابة، وما تقول شي حد يفهم على الصحابة، وما تقول قيم أحد. الصحابة شيء آخر، هؤلاء شيء آخر يا عباد الله. دعك والناس الذين يعيشون الآن بعدهم كيفما كان شكلهم ونوعهم، إلا وأن الصحابة أفضل. اسمع شيخ النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري يقول: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا
أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي اسمع، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الله أكبر. هؤلاء الصحابة جعلهم الله حصنا حصينا للإسلام والمسلمين من الفتن والمحن. يجي واحد في آخر الزمن دكتور، نسأل الله أن يهديه، عالم في التغذية، عالم في المواد الغذائية، عالم في النبات، عالم في العشب، يبلغ الناس، ينفع الناس، جميل. لكن ما لك تقول واحد الإنسان عادي من الناس أو مفكر أو مثقف أو الدكتور المهدي المنجرة رحمه الله وتقول هذا أفضل من الصحابة أو فيه خصال وخيرات قدمها للأمة أكثر من الصحابة؟ نعوذ بالله، نسأل الله الهداية. هذه المسألة كلها نحن نريد أن يفهم الناس شكون هم الصحابة، وشكون هاد العلماء، وشكون الناس اللي رجعوا من الصحابة، ومن هاد العلماء، وما هو العلم، وما هي درجات العلم، والعلم من هو الأفضل ومن هو الأقل، ليقع التنوير وليحصل الإيضاح عند الناس. نسأل الله تبارك وتعالى. ولهذا هذه الخلافات وهذه النزاعات بين الدكتور فائد وبين أهل العلم جرت على الأمة خيرا كثيرا وفضلا عميما، وفيها إن شاء الله من التبصرة ومن الهدى والنور ما الله به عليم. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يهدينا دائما